صباح الخير يا جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم تكونوا كويسين وبخير. ده اول فيديو اعمله بعد ما وصلت 50,000. مش متخيلين قد ايه انا مبسوطه جدا بالرقم ده. مبسوطه ان انا قدرت افيد 50,000 شخص، وان في 50,000 شخص بيتفرجوا عليا. دي حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. رب دايما اكون قد الثقه واكون دايما عند حسن ظنه. نبدا بقى في موضوع الفيديو بتاعنا النهارده. سالت كتير قوي الفتره دي عن ازاي كنت براجع، خلصت المنهج امتى، حليت شوامل امتى، هل لما كنت بحل كنت بلاقي نفسي فاكره كنت بحل كله صح، درجاتي وقتها كانت عامله ازاي. كل دي اسئله هجاوب عليها، وهقول لكم غلطه مهمه جدا اوعوا تقعوا فيها في فتره المراجعه، وهقول لكم كمان لو في اي حاجه وقعت منكم خلال السنه ازاي هتلموها في الفتره دي، وهقول كمان كام حاجه عملتهم في فتره المراجعه فرقوا معايا بشكل كبير جدا جدا بجد. ما تفوتوش ولا ثانيه في الفيديو ده. اول سؤال هجاوب عليه وهو ازاي كنت براجع. طبعا انا قلت قبل كده ان انت لازم تبقى سابق المدرسين بتوعك في المراجعه. ليه بقى؟ لان هم هيخلصوا المناهج متاخر جدا، وفضلت ماشي معاهم بنفس الترتيب اللي هم ماشيين بيه هتلاقي ان انت مش باقي لك وقت تحل فيه امتحانات غير اخر كام اسبوع قبل الامتحان، وده طبعا وقت قليل جدا ان انت تحل فيه شوامل، لان انت هتكون داخل الامتحان وانت مش متعود على حل امتحانات كتير. حل الامتحانات وحل الشوامل بيفرق معاك بشكل مش طبيعي، انتوا مش متخيلين قد ايه دي حاجه مهمه جدا. في فتره الحل بتاعه الشوامل هقول لكم على كام حاجه تعملوها وانتوا بتحلوا شوامل هتفرق معاكم وهتخليكم تتعودوا اكتر على نظام الامتحان بتاع اخر السنه، وان انتوا ما تبقوش متوترين، وازاي تنظموا وقتكم، ازاي تقدر تحل بسرعه، ازاي تفكر في السؤال بطريقه سريعه علشان ده ما ياخدش منك وقت في الامتحان. حاجات كتيره جدا هبقى اقول لكم عليها في وقتها. حاجه مهمه جدا جدا ان انت تبقى سابق المدرسين بتوعك في المراجعه. طبعا المدرسين بتوعي كانوا مخلصين المناهج قبل الامتحان ب 20 يوم مثلا. انا بقى كنت بادئه المراجعه امتى؟ انا كنت بادئه المراجعه بالراحه من وقت الاجازه. في وقت الاجازه كنت بدات ان انا اراجع واحده واحده زي ما انا قلت لكم. بدات بقى ان انا اكثف الموضوع ده من الفتره اللي زي دلوقتي دي، عشان كده انا عملت الفيديو ده دلوقتي. كنت انا براجع والحمد لله خدت وقت حلو جدا في المراجعه، وكانت المراجعه بجانب شرح الحاجات الجديده خدت وقت حلو جدا في المراجعه، وسبقت كمان في حل الشوامل قبل ما هم يخلصوا المناهج. بسيب بس الاسئله بتاعه الاجزاء اللي احنا ما خدناهاش، ودي كانت قليله جدا. ان انا عقبال ما خلصت المراجعه كانوا هم خلاص بيشطبوا في المناهج، فكانت حاجات بسيطه جدا اللي كنت بسيبها. ازاي بقى كنت براجع بالظبط؟ كنت جايبه كتب المراجعه النهائيه من اسبوع الاجازه اللي احنا اخدناه في نص السنه. طبعا بقى ما كنتش بحل فيه بانتظام، كنت بحل حاجات بسيطه. كنت اخدت الاسبوع بتاع الاجازه كله في ان انا قعدت احل. كنت مراجعه مثلا حوالي باب ونص من كل ماده، والفيزياء بالذات كنت مركزه فيها شويه فكنت حله فيها اول بابين. انا كنت مستغليه اسبوع الاجازه في ان احنا مش بناخد حاجه جديده، فكنت مستغليه في المراجعه كويس. وانا كنت قلت لكم قبل كده في الفيديو بتاع الاجازه ايه الحاجات اللي هتعملوها، وفي ناس كتيره جدا سمعت كلامي والناس ذاكرت في الاسبوع ده وما لعبتش. انا قلت لكم في الفيديو بتاع الاجازه ان انتوا لازم تبداوا مراجعه من بدري علشان تبقوا سابقين المدرسين بتوعكم. فالناس اللي استغلت الاسبوع ده صح اكيد هيبقى فارق معاها، لان هم اكيد هيكونوا راجعوا على الاقل باب من كل ماده. كنت جبت كتب المراجعه النهائيه زي ما انا قلت لكم، كنت بحل الاسئله الموجوده على الابواب، وانا طبعا قلت لكم ايه الكتب اللي هتجيبوها. الفيديو بتاع الكتب هسيبه لكم في صندوق الوصف. الكتب كانت متقسمه مراجعه اسئله على الباب الاول، مراجعه اسئله على الباب الثاني، على كل الابواب، وفي الاخر في امتحانات بقى شوامل. طبعا انا كنت بحل المراجعات اللي موجوده على كل باب. كنت ببدا ان انا امسك الكتاب بتاع الشرح والورق اللي انا ملخصه فيه الحاجات والحاجات اللي انا كاتبه فيها زيادات، وابدا ان انا اقراهم. طبعا في حاجات كتيره ما كنتش ببقى فاكراها، فكنت بفتح المراجعات اللي كانت نازله من السنه اللي قبلنا وكنت بسمع المراجعات دي. كانت بتبقى مثلا مراجعه الباب ساعتين ساعتين ونص، كنت بسرع على 1:30 مثلا على حسب ما انا استوعب 1:30 2. كنت بسرع الفيديو واسمع المراجعه، وبعد كده ارجع تاني اقرا الحاجات اللي انا كاتباها واقرا الشرح، وابدا ان انا احل بقى في كتاب المراجعه. طبعا في حاجات كتيره جدا هتلاقي ان انت فاكرها مش هتحتاج ان انت تسمع لها مراجعه. لو لقيت نفسك ناسي طبعا هتفتح المراجعه وتسمعها. مش عيب ابدا ان انت تبقى ناسي اي حاجه، لان ده طبيعي، احنا بني ادمين وكلنا بننسى. كنت زيكم كنت برجع الاقي نفسي ناسيه الحاجات، خصوصا الحاجات الاولانيه اللي احنا كنا اخدناها في اول السنه، حاجات انت واخدها مثلا من 5 6 7 شهور هتفتكرها ازاي؟ فطبيعي جدا ان انت تكون ناسيها. كده انا جاوبت على نقطه ازاي كنت براجع. حليت شوامل امتى؟ حليت شوامل بعد ما خلصت حل المراجعات على الابواب. حاولوا ان انتوا تكثفوا المراجعه بتاعتكم، حاولوا ان انتوا تمشوا بسرعه فيها عشان تلحقوا تحلوا امتحانات كتير. اول ما خلصت بتهيألي انا كنت مخلصه قبل الامتحانات بشهر. انا كنت برده سابقه المدرسين بتوعي. انت سابق مدرسينك ب 10 ايام ب 15 يوم، صدقني 15 يوم او 10 ايام في الوقت بتاع حل الشوامل ده هيفرق معاك جدا. 10 ايام او 15 يوم فرق عن المدرسين هتبقى فارق فيهم عن زمايلك ان انت حليت اكتر في الفتره دي. 15 يوم مش شويه ابدا ان انت تحل فيهم شوامل. انت بتكون بقى خلاص خلصت المنهج، مش قدامك حاجه غير ان انت بتحل شوامل، فانت كده بتبقى فارق عن زمايلك في ان انت حليت 7 أو 8 أو 9 شوامل اكتر منهم انت ومقدرتك بقى.
زي ما قلت لكم كثفوا المراجعه بتاعتكم، واللي لسه ما بداش مراجعه خالص يبدا فيها بسرعه. بقى الغلطه اللي انتم المفروض ما تغلطوهاش ابدا 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 في الفتره دي، ان انتم ما تهملوش الحاجات الجديده على حساب المراجعه اللي انتم بتراجعوها. الحاجات الجديده مهمه جدا، لا تقل اهميه ابدا عن الحاجات اللي انتم خدتوها قبل كده، يمكن كمان اهم من المراجعه. فاوعوا تهملوا في الحاجات الجديده او تراكموها علشان في الاخر مش تندموا. دلوقتي بقى هقول لكم على كام حاجه مهم جدا ان انتم تعملوها وانتم بتراجعوا. طبعا اول حاجه في ان انت تستغل المراجعه دي في ان انت تجيب الحتت الصغيره اللي وقعت منك في طول ما انت كنت ماشي في السنه. ممكن مثلا يكون عندك الباب الثاني واقع منك في الفيزياء، الباب الثالث في الكيمياء، اي باب يعني، مش بتكلم عن باب معين عشان ما تفكروش ان انا بقول الباب الثاني فعشان صعب لا، انا والله انا بدي مثال. ايا كان يعني الباب اللي انت واقع فيه، هتحاول ان انت تستغل الفتره دي بقى وان انت تلم الباب ده. ازاي بقى هتلم الباب ده؟ هتعمل زي ما انت هتعمل في المراجعه العاديه، هتسمع مراجعه من المراجعات اللي كانت نازله السنه اللي فاتت. المراجعه بنسبه 99% بتكون لما الباب كله وشرحه كل التفاصيل. طبعا انت بعد ما تخلص المراجعه هترجع تاني تقرا من الكتاب، فاي حاجه بسيطه صغيره مثلا ما اتقالتش في الفيديو بتاع المراجعه هتقراها وهتفهمها عادي، وبعد كده هتبدا ان انت تحل. اللي انت المفروض بقى تعمله وانت بتحل دي بقى هتنقلنا على تاني حاجه عايزه اقولها لكم، التبس اللي انتوا هتعملوها وانتوا بتذاكروا. دي بقى حرفيا اهم نقطه، مش هتعدي ولا سؤال من غير ما تكون فاهمه كويس جدا 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 جدا. ومش في الحل بس، وفي الشرح كمان. مش هتعدي حرف من غير ما تكون حله، لا، لان دي خلاص بتكون اخر مراجعه. فانت اي حته صغيره هتعديها وهتكون مش فاهمها مش هتعرف تجيبها تاني. الامتحان بيعتمد على الفهم جدا جدا، لازم تكون فاهم كل جزئيه في المنهج كويس جدا. اي حته صغيره هتعديها وانت مش فاهم، صدقني هتلاقيها اول سؤال موجود في الامتحان. فبلاش تعدوا اي حاجه من غير ما تكونوا فاهمينها. وانت بتحل هتلاقي في سؤال فكرته جديده، لان الاسئله بتاعه المراجعه بقى بتكون بادئه باسئله سهله او الاسئله العاديه زي اللي انت بتحلها، وبعد كده بعد ما بيعدي مثلا 20 30 سؤال بتلاقي بعد كده ان الاسئله بدات مستواها يعلى شويه. فانت هتلاحظ ان انت في اسئله كتيره مثلا شفت فيها فكره جديده، خدت بالك من حاجه ما كنتش واخد بالك منها قبل كده. الاسئله دي كلها هتعلم عليها. انا كنت بكتب جنب السؤال، ركزي في السؤال دايما، عشان انا عارفه ان انا لو الحاجه دي ما كتبتش جنبها كده او ما علمتش عليها بعلامه كبيره قوي مش هرجع لها تاني. فكنت الاسئله اللي بحس بجد ان انا فيها فكره وفيها حاجه رهيبه لازم اخد بالي منها، كنت بعلم على السؤال واكتب ركزي في السؤال ده منها. انتوا طبعا اكتبوا اي حاجه انتوا عايزينها، انا بقول لكم بس شوفوا بجد من شده ان انت المفروض تركز على التفاصيل. انا كنت بعلم على السؤال واكتب جنبه ركزي. الاسئله بقى اللي هي مثلا انا غلطت فيها وحسيت ان انا مثلا السؤال ما فيهوش فكره جديده، او ان انا مثلا الحاجه دي غلطت فيها بس هي سهله، بعمل جنبها علامه صغيره، بعمل جنبها نجمه، بعمل جنبها اي حاجه، بحيث ان انا لو كان عندي وقت بعد كده مثلا وانا براجع بقى خالص قبل الامتحان خالص هبقى اقرا الاسئله دي. لو ما كانش عندي وقت فانا هقرا الاسئله اللي هي علمت عليها علامه كبيره واللي كتبت جنبها ركزي في السؤال ده منها. طبعا انت هتلاقي مثلا في الباب كله 3 4 5 اسئله اللي هتكتب جنبهم كده، او الاسئله اللي هتبقى مهمه جدا بالنسبه لك. فلما تيجي مثلا في الاخر بقى قبل الامتحان خالص، قبل الامتحانات النهائيه، تقرا الاسئله دي هتلاقي ان الاسئله مش كتيره. ممكن طبعا ما تلحقش تقراهم كلهم، بس على الاقل هتكون علمت على كام سؤال هتلحق تقرا منهم اي حاجه. ممكن السؤال ده يجي لك في الامتحان او يجي فكره شبهه، فدي حاجه مهمه جدا ان انتوا تعملوها. وفي بقى سؤال وقف معاكم وما عرفتوش اجابته، طبعا هتفتحوا حل من على اليوتيوب هتلاقوا 60,000 حد حل الكتب بتاعه المراجعه، وفي ناس كتيره جدا اصلا بدات تحل في كتب المراجعه. شوف السؤال اللي انت غلطت فيه ايه، وهتشوف المدرس اللي حله على اليوتيوب حله ازاي، وهترجع انت تحل السؤال لوحدك. ما تعدوش اي حاجه من غير ما تبقوا فاهمينها كويس جدا. فكره ان انت اصلا تعطل عند السؤال وتغلط فيه، او ان انت ما تعرفش تحله وبعد كده تدخل تجيب حل السؤال ده من على اليوتيوب وتشوف المدرس حله ازاي وترجع تحله تاني انت لوحدك، السؤال ده هيعلق معاك جدا، ودي اكتر حاجه هتخلي درجاتك تتحسن. طبعا انا ما جاوبتش على السؤال اللي انا قلته في الاول، اللي هو لما كنت بحل كنت بلاقي نفسي فاكره، كنت بلاقي ان انا بحل كله صح ولا لا. لا طبعا كنت بغلط كتير جدا، بس لما كنت برجع بقى اندمج بقى في الحل واسمع المراجعه واعمل كل الحاجات اللي انا قلت لكم عليها دي، كنت بلاقي نفسي ان انا بدا بقى ان انا خلاص بدات ادخل في المود وافتكر بقى كل حاجه، وبدات غلطاتي تقل. حته بقى ان انت تركز على كل حاجه بتغلط فيها وتعرف انت غلطت فيها ليه وترجع تحلها تاني، هتخلي الحاجه دي تعلق معاك ومش هتغلط فيها، وبكده درجاتك هتتحسن. عشان الناس اللي بتقول انهم بيجيبوا درجات وحشه في الامتحانات، درجاتك مش هتتحسن غير لما تعرف كل حاجه انت غلطت فيها ليه، وكمان تراجع عليها. هتيجي بقى تحل بعد كده هتاخد بالك من الحاجات اللي انت غلطت فيها، هتلاقي ان انت بقيت عندك خبره اكتر في حل الاسئله، هتلاقي ان انت مستواك بقى متقدم اكتر وان انت ما بقتش تغلط زي الاول. هي دي الحاجات الصغيره اللي بتخلي درجاتنا تتحسن في الامتحانات. اخر حاجه بقى عايزه اقولها، طبيعي في الفتره دي ان انت تكون حاسس انك تايه وانك متلخبط ومش عارف تبدا منين ولا تبدا ازاي. طبيعي ان انت تلاقي الموضوع صعب في الاول عشان انت ما بتبقاش فاكر او
وما بتبقاش عارف ازاي تبدا او ايه النقطه اللي انت هتبدا منها، بس بعد كده هتلاقوا الدنيا اسهل بكتير، وهتلاقي ان الموضوع بقى خلاص، وان انت عارف تظبط ازاي تراجع الحاجات القديمه مع ان انت بتذاكر الحاجات الجديده. دوري بعد كده الموضوع يبقى اسهل بكتير جدا، وده عن تجربه. بس كده انا بتهيألي قلت حاجات كتيره جدا عن المراجعات، ولو في اي حاجه نسيت اقولها او اي حاجه حابين تستفسروا عنها اسالوني في الكومنتس تحت، وانا لو لقيت الاسئله كتيره ومحتاجه انها تتعمل في فيديو هعمل فيديو كمان واجاوب فيه على كل الاسئله دي. لو لقيت ان الاسئله مش كتير هجاوب عليها في الكومنتس وخلاص. وحاجه مهمه جدا بقى عايزه اقول لكم عليها، هعمل كمان سلسله فيديوهات عن ايه الحاجات اللي هتركزوا عليها في كل ماده وانتوا بتراجعوا. مثلا في الانجليش في كام حاجه كده مهم ان انتوا تركزوا عليها، كام درس مهم تركزوا عليه، كام قاعده مهم تركزوا عليها. في العربي في كل المواد. وفي نفس الوقت هيبقى في الفيديو طريقه للمذاكره او طريقه لمراجعه الماده دي سبيشالي، بس كل ده هيتقال في سلسله فيديوهات جايه ان شاء الله، هتبقى ان شاء الله مش طويله. هحاول ان انا اخلي كل مادتين في فيديو. استنوا سلسله الفيديوهات. بس كده انا خلصت الفيديو بتاعي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك، وطبعا تشتركوا في القناه وتبعتوا الفيديو لكل اصحابكم عشان الباقيين يستفادوا، وتقولوا لي رايكم في كومنت. وبس كده، باي باي.